في مشهد يبعث على الحزن العميق والأسى، ذهبت إلى منزل الجندبي العامري في منطقة سعوان في محافظة صنعاء، والتي شهدت جريمة بشعة أثبتت قسوة الواقع الذي نعيشه، حيث اقتحم اللص القاتل هشام الصلوي منزلا في المنطقة ليقدم على ارتكاب مذبحة بشعة راح ضحيتها الطفلين إلياس مالك الجندبي العامري 7 سنوات وأخيه أنس 8 سنوات، بعد أن قتل جدتهما حرم المرحوم يوسف محمد الجندبي العامري الحجة حليمة البالغة من العمر 85 عاما. واختبأ تحته المجرم السفاح، وهذه هي الدماء ما زالت. استدعاء الأدلة الجنائية واستكمال جميع الأجهزة الأمنية من اقتحام الغرفة، فوصلوا رجال الأمن وقاموا بكسر الأبواب، فتفاجأنا بوجود ال3 جثث مطروحة على الأرض والمتلبث ملطخ بالدماء ومختفي تحت السرير. قام رجال الأمن بالقبض عليهم. دخلت المنزل المنكوب تحيطني الأجواء من الكآبة والوحدة. التقيت أم الطفلين التي تجسد الألم والحزن في عينيها تقف في صمت قاتل، بينما بدا والد الأطفال المغترب مالك مهدي محمد قائد الجندبي العامري كظل مهموم يحمل كتلة ثقيلة من الوجع وكميات هائلة من الأحزان. رح السوق اشتري هدايا لحفل التخرج حقهم. نعم. وعندما عدت إلى هنا؟ وجدت الباب مسكر عليهم بالغرفة مع المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل حال، ما زال الحزن ما يجي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لعل القصاص قد يهدئ من أحزانكم ويخفف من أحزانكم، لكن نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء. شاهدت الأطفال يلعبون ويمرحون في فناء المنزل، وبدا لي وكأني أرى الطفلين إلياس وأنس يلعبان معهم في لحظات من المرح قبل أن تسلب منهم أرواحهم الطاهرة بصورة بشعة وأكثر وحشية. وجدت الأرجوحة لا تزال معلقة تتحرك إلى الأمام ثم إلى الخلف، وكأنها تذكرنا بضحكات الطفلين وضوء عيونهم البريئة. مشهد آخر تجلى إذ خرج إلينا من إحدى زوايا المنزل المكلوم أخوهما الثالث الطفل البراء بن مالك الجندبي العامري ذو 3 سنوات، ذلك الطفل الوحيد الذي نجا من هذه المذبحة. تخيم على ملامحه حكاية وجع وغصة ألم ربما لا تتحملها الجبال العاتية. وفي غرفة الضحية الحجة حليمة العامري كانت وسائلها الروحية ممثلة بسجادة الصلاة ومسبحة الاستغفار تزين غرفتها، مما يظهر القيم الروحية التي لم تسلب من هذه العائلة حتى في أحلك الظروف القاسية. لكن الصادم في هذا المشهد أن السجادة بدت ملطخة بدمائها ودماء الطفلين كشهداء عند ربهم يرزقون. الولد عندما ضرب قفز الكبير منهم إلى هذه الطاقة وشوف ما زال آثار الدم وكان يصيح من هذا المكان، ولكنه تفاجأ بهذا الهنجر الذي فيه مكائن ما كانوا يسمعوا.
معمل خياطة ما استطاعوش يعني يسمعوا من صوت المكائن. لكن صاحب البغالة لكن سمع أثر الصوت لعند صاحب البغالة. أيوه. أركان المنزل الذي كان يضم أفراد هذه العائلة المسالمة بدت كما لو كانت كتلة من الحزن والأسى، مما أسفر عن حزن عميق أوجع قلوب الجميع. فهذه الفاجعة ليست مجرد جريمة قتل وحسب، بل ذكرى قاسية ستبقى محفورة في ذاكرة الزمن والمجتمع اليمني، من ينتظر تنفيذ القصاص العاجل ضد هذا المجرم السفاح، مصداقا لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كان معكم إعدادا وتقديم إبراهيم محمد العامري، منطقة سعوان، محافظة صنعاء. يرضي من هذا وهم منتظرين فرحة تخرج كاملة لما تخرج تشتري هدية وسفاح يقتل بدم بارد.